السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش خوتي تدعمونا بجيم واشتراك لكي يصلكم كل جديد. إذا نتحدث اليوم عن الحالات التي يتم فيها الإقصاء من المنحة الجزافية للتضامن. وعلى بركة الله نبداو في أول حالة، وهي أي شخص تكون عنده منحة الأمراض المزمنة أو منحة المعاقين. يجب أنه ما يكونش عنده عمل آخر أو عنده ضمان اجتماعي آخر، ما يكونش مسوري من جهة أخرى. إذا كان عنده رقم اجتماعي آخر فسوف يقصى من المنحة، لأنه القانون يمنع أنه يكون عندك وظيفة أو ضمان اجتماعي آخر مع المنحة. نروح للنقطة الثانية، والحالة الثانية هي أصحاب الأمراض المزمنة. يشترط أن الزوج أو الزوجة يكونوا غير مؤمنين من طرف الضمان الاجتماعي باش واحد فيهم يقدر يستفيد من منحة الأمراض المزمنة. وهناك حالات إقصاء كثيرة وين يكون الزوج مؤمن والزوجة يكون عندها بطاقة مرض مزمن، هنا لا يمكنها الاستفادة من المنحة. وأيضا المرأة التي لديها منحة والدها المتوفى الخاصة بالتقاعد هنا تقصى من المنحة أيضا، وهذا هو القانون. طبعا يمنع يكون عندك رقمين في نفس الوقت، والمنحة طبعا تكون لواحد من الزوجين فقط. أما فيما يخص المعاقين 100% فإنه يستفيد حتى لو كان الزوج أو الزوجة موظفة. وفي الأخير نشكركم على المتابعة، واللي عنده أي استفسار ما تنساوش تطرحوه في التعليقات، وما تنساوش تدعمونا بجام وأبوني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.